من المرتقب أن يعقد الناخب الوطني الجديد محمد وهبي ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة، ويرجح أن تكون يوم الخميس من أجل الكشف عن اللائحة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي التي ستخوض المباراتين الوديتين أمام كل من الإكواتور والباراغواي لكرة القدم، إضافة إلى تقديم الطاقم التقني المساعد الذي سيعمل إلى جانبه في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تشكل هذه الندوة فرصة لشرح اختيارات وهبي التقنية والكشف عن الأسماء التي ستنال ثقته في المرحلة القادمة، في ظل اهتمام كبير من المتابعين لمعرفة اللاعبين الذين سيعززون صفوف المنتخب المغربي لكرة القدم، سواء من العناصر المجربة أو من الوجوه الجديدة التي تألقت مع أنديتها مؤخرا. كما سيستعرض الناخب الوطني خلال هذا اللقاء الإعلامي مكونات الطاقم التقني الطبي والإداري المرافق له، إلى جانب تقديم الخطوط العريضة لبرنامج العمل والتحضيرات الخاصة بالمباراتين الوديتين المقبلتين.